بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن النجم المتألق حاليا عمر مرموش. مش قادر أصدق إن بقى عندنا لاعب مصري تاني بعد محمد صلاح، عامل مستوى أسطوري وخرافي في أوروبا وحاطط نفسه من ضمن أقوى 3 لاعبين في الموسم لحد دلوقتي، وهداف كمان. عمر مرموش حقيقي وصل لمستوى احترافي عالي جدا وطور من نفسه بشكل مرعب. مفيش حاجة ما بيعرفش يعملها في الكورة، فعلا لعيب عالمي. دلوقتي كمان آخر هدف سجله كورة من كور كريستيانو رونالدو، فاول، والكورة راحة في المقص. مفيش فرصة حتى ان الحارس يحاول عليها، ده هو كان بيتفرج عليها بس وهي راحة للمرمى. عمر مرموش مراوغ ممتاز، ممرر ممتاز، فينيشر جبار، بيسجل بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها. النهارده بيسجل فاول عالمي زي ما قلت للمرة التانية في اسبوع واحد، بس كان برضو سجل، بس الهدف ده احلى. كان سجل برضو من هدف من فاول قبل كده، وده الهدف التاني، بس الهدف ده احلى بكتير. مرموش واثق في امكانياته، مش بيخاف يجرب ويعمل الحاجات اللي اتعلمها واكتسبها في الرحلة بنفسها. بنى نفسه بنفسه في كل حاجة حرفيا. خليني أصدمك وأقول لك إن مرموش هو تاني أكتر لاعب ساهم بأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بعد هاري كين. مرموش ساهم ب 22 هدف في 15 مباراة فقط، سجل 13 وصنع 9 أهداف. ساهم في كل بطولات الدوري الألماني وكاس ألمانيا والدوري الأوروبي. النهاردة فرانكفورت هم ثالث الدوري الألماني ومتصدرين الدوري الأوروبي. المكانة الكبيرة دي سببها الأول عمر مرموش. لك أن تتخيل التأثير. طبعا ده كان نفس التأثير برضو اللي عمله محمد صلاح في ليفربول، وهو فعلا اللي قادهم ان هم يبقوا مرشحين دائما للدوري الانجليزي ولدوري ابطال اوروبا. انا فخور جدا ان عمر مرموش مثال مصري عظيم للنجاح، ويا رب يكمل معاه النجاح ده ويبقى في الدوري الانجليزي زي ما هو بيحلم، وان شاء الله يتحقق حلم عمر مرموش ويروح لليفربول عشان يكمل مسيرة مو صلاح في ليفربول، لان ده واضح انه اخر موسم لمحمد صلاح. فعمر مرموش لو راح ليفربول ممكن يكمل مسيرة وينافس بقى محمد صلاح في التهديف وفي الارقام وفي الاحصائيات وفي تكسير الارقام القياسية، سواء على مستوى العالم او على مستوى الدوري الانجليزي. نتمنى ان شاء الله التوفيق لعمر مرموش.